تعرض منزل أندروتيت وشقيقه تريستان لمداهمة من قبل السلطات الرومانية وتحديدا مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب صباح يوم الخميس حسب ما ورد بحسب تقارير وسائل الإعلام الرومانية. واحتجز الاثنان وأن الشرطة الرومانية داهمت منزل أندروتيت في بيبيرا فيما يتعلق باختطاف فتاة، والآن تم القبض على تيت وشقيقه. يقال إن المداهمة نفذتها ديكوت وهي مديرية التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب في بوخارست. أندروتيت البريطاني الأمريكي 36 عاما لديه عدد كبير من المتابعين من الشباب عبر تويتر وإنستغرام والتيك توك. وذكرت صحيفة غاندول الرومانية أنه تم اعتقاله وشقيقه تريستان في بوخارست وسيحتجزان لمدة 24 ساعة. وذكرت أن السفارة الأمريكية تلقت شكوى تفيد باحتجاز امرأة تحمل الجنسية الأمريكية في منزلها دون موافقتها، كما تم القبض على شرطية سابقة متهمة بالتورط في الاتجار المزعوم وبنفس التهم. المتسابق السابق للأخ الأكبر تيت لديه ما يقرب 3.5 مليون متابع على تويتر. دخل مؤخرا في خلاف مع وسائل التواصل الاجتماعي مع الناشطة المناخية غريتا تونبرغ بعد التباهي بانبعاثات الكربون من سيارته الخارقة. اكتسب تيت سمعة سيئة على الانترنت بسبب عدد من التعليقات حول النساء، بما في ذلك الإيحاء بأنهن يتحملن بعض المسؤولية عن تعرضهن للاعتداء، وهو حادث تم منعه من استخدامه على تويتر. وانتقد عدد كثير من المتابعين أندروتيت بسبب آرائه، وحذروا من أنه يمثل خطر على الشباب والفتيان الذين يرون محتواه على الانترنت، وحثوا على إزالة مختلف المنصات التي ينشطها عليها. ووصفت جمعيات خيرية معنية بأنه يمارس العنف اللفظي في محتواه، ومحتواه يكون كراهية شديدة للنساء، وهذا ما يزعمون به. لكني أرى سبب كل هذا دخوله للإسلام، والله أعلم. فمنذ إسلامه بدأ ينشر قيم إسلامية دينية، وهذا ما لم يرغب به الغرب بطبيعة الحال. ولكم واسع النظر، دع تعليق واعطينا رأيك.